الفيلم اتصور معظمه في باريس ما عدا المشاهد الخارجيه اللي بدأوا بيها بالفعل التصوير في عزبة مصطفى فودة في السنبلاوين. اول يوم تصوير كان المفروض ان هم هيصوروا مشهد عند شجره كبيره وتقسموا لفرق. محمد عبد الوهاب في عربيته وترولي راكب فيه المصور السينمائي بريمافيرا والمصور الفوتوغرافي حلمي سليمان وبعض المساعدين، وفي الترولي الثاني راكب محمد كريم والمساعدين بتوعه. وكانت سميرة خلوصي في الوقت ده لابسه فستان حرير ابيض فاخر وعماله تجري زي طفله فرحانه باللي بيحصل وباجواء التصوير وعايزه تركب على الترولي معاهم. لكن محمد كريم رفض عشان ما تبوظش الفستان بتاعها وطلب منها انها تروح تركب مع محمد عبد الوهاب في عربيته ويسبقوهم على الشجره اللي هيصوروا عندها. وكان كل ترولي من اللي راكبين عليهم دول بتجروا بغله، وهم ماشيين في الطريق واحده 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 البغله اللي بتجر الترولي الاول اتكعبلت وقلبتهم وكلهم وقعوا في الترعه، المصور بالكاميرا بالمساعدين بكله. فطبعا القافله وقفت ونزلوا بسرعه يلحقوهم. بريمافيرا خرج بالكاميرا بسرعه وباقي الناس بداوا يطلعوا بسرعه من الترعه. فمحمد كريم واقف بيبص عليهم وبيحاول يساعد وعمال يراقب، بيحاول يلاقي سميره خلوصي وسطهم مش لاقيها، فاتفزع وقعد يصوت ونط بسرعه في الترعه بهدومه وهو عمال يصرخ باسمها عشان يلاقيها. لما لقاها ما طلعتش بعد دقايق، ولما خرج راسه من الميه وبص على الناس اللي واقفين باصين له بذهول مش فاهمين هو بيعمل ايه، فقالوا له انت بتعمل ايه؟ سميره ركبت مع عبد الوهاب، انت مش قلت لها امشي؟ بس هي كانت حادثه غريبه. وعبد الوهاب وقتها اتشائم وقال لمحمد كريم انا اتشائمت من الفيلم وواضح كده انه مش هيكمل. وللي ما يعرفش محمد عبد الوهاب عموما شخص موسوس جدا، وهو نفسه بيقول ان الوسوسه دي حصلت له بسبب قربه الشديد من احمد شوقي اللي كان موسوس اكتر منه بمراحل. وقدر كريم انه يخفف من توتر عبد الوهاب ويصوروا بالفعل كل المشاهد الخارجيه في العزبه، واتبقى قدامهم تصوير باقي المشاهد في فرنسا.